اليوم بدي احكي لكم ليش تركت شغلي من اول يوم، واكتشفت اني عم بغصب حالي على شي مو الي. القصة ما فيها انه انا قررت اني انزل شغل، ارجع اشتغل مرة تانية. انا اصلا كنت مشتغلة من قبل، من صغيرة بلشت اشتغل كذا شغلة هون وهون وهون وجرب كذا شغلة. فكرت انه انا ليش قاعدة فاضية، مع اني مو قاعدة فاضية والله يا جماعة، بس انا قلت لحالي ليش قاعدة فاضية، انزل اشتغل، ارجع اتعلم لي شي شغلة، اخذ خبرة بشي شغلة وطلع مصروفي. فيعني كنت عم دور واجاني شغل، قلت بجرب ليش لا، مع اني والله كنت حاسة اني ما كتير حابة الفكرة. فيا جماعة صدقوا حدثكم، يعني انتوا لو بتحسوا بشي او ما انكم مرتاحين لشي، هذا الشي مو من فراغ. المهم اللي صار اني قلت يا بنت روحي وجربي، لا تقولي لا على فرصة ولا تقولي لا على شي. ورحت فعلا قررت اني اجرب وجربت. فاللي صار انه لما جربت بالاول كنت عم حاول اتاقلم وعادي وكله تمام، تمام الشغل تمام، هيك مرتاحه، ما في شيء ما بدي اياه، ما في شيء مضايقني كالعاده للاسف على الشخصيه. ولكن لما قعدت هيك مع حالي شوي وانا بالشغل حرفيا قلت لا، بس مو هذا الشيء اللي انا بدي اياه، مو هذا الشيء اللي بيناسبني. وبعدين اسراء انت هذا الشيء جربتيه من قبل، ليه عم تعيدي التجربه وانت اصلا كنتي حاطه اكس على هاي التجربه انه ما رح نكررها مره ثانيه. لانه انتوا عامه لما رح تنزلوا تشتغلوا بكذا مجال، ان كان بمحل، ان كان يعني شو ما كان الشغل، لما حتجربوا كتير حتلاقوا بعدين صرتوا تعرفوا انتوا شو بتحبوا تشتغلوا، شو الشيء المناسب لكم وشو الشيء ما مناسب لكم. فرحت يا جماعه على المحل، وانا بطبعي ما بحب اشتغل بمحلات، مع اني اشتغلت قبل هلا وكانت تجربة كتير حلوة، واي حدا بيشتغل بمحل الله معكم ويوفقكم. ولكن انا جربت شغل بمحلات وجربت شغل باماكن مغلقة. هلا انا عندي هدف معين بصراحة، وهذا الهدف بدي يكون إلي تركيز كبير عليه. فإذا عم بشتغل بمحل أو عم بشتغل عامة بمركز أو بأي مكان بده كل تركيزي التام على هذا الشغل، فهذا الشيء ما رح يناسبني. لأنه أنا في يعني بدي يكون عم بشتغل شيء بنفس الوقت هذا الشغل يكون في عندي فترة هدوء، إن كان سكرتيرة بعيادة أو إن كان يعني مثلا قبل هلا كمان كنت اشتغل بالجيم. يا الله قديش كانت فترة حلوة، كان كتير بسعى بلحظات فيها مع نفسي هدوء. فأنا هذا الشي كتير بيفرق معي. ناس تانية لا عادي، بالعكس بتحب تنزل على المحلات، هي ناس بتعرف تبيع وتاخد وتعطي مع الزبون، فهذا الشي بيناسبها، بس هذا الشي مو بيناسبني. فليش من أول عم بجبر حالي على شي هو مو مناسبني؟ فعامة بعد ما أنا جتني هاي اللحظة اللي حسيت إنه لأ، هذا مو مكاني، هذا مو الشي اللي أنا بدي إياه، هذا مو الشي اللي عم دور عليه. قلت مع انه ما حدا فهمني بهاي النقطة على فكرة، بس انا ما فرق معي كلام اي حدا، اللي بيفرق معي هو انا مرتاحة ولا لا. انا عارفة شو بدي وعارفة شو هدفي وعارفة شو الدنيا. فليش لا يقعد يفرق معي كلام الناس، وعلى انه انتي ما عاجبك العجب وعم نجيب لك كذا وعم نجيب لك كذا ومع ذلك ما عم ترتاحي باي شيء. يا جماعة انا بعرف شو بدي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فانتوا كل ما بتكبروا، كل ما بتجربوا، كل ما بتعملوا شغلات جديدة بحياتكم، بتتعرفوا على حالكم اكتر. طول ما انتوا بتعرفوا حالكم هذا الشي بيعطيكم ثقة كتير كبيرة، وبيعطيكم مثل حاجز بينكم وبين كلام العالم وتعليقاتهم. وما بيفرق معكم لأنه أنا بعرف شو بدي وبعرف شو أنا. عكس لو أنا انتبهوا، عكس لو أنا شخص تايه ما عارف شو بده، ضايع بهالدنيا، لا أنا فاهم نفسه ولا أنا عارف شو بيحب ولا أنا عارف أي شي، حيكون كلام هذا من هون بيلتشو وكلام هذا من هون بيلتشو، وكلام رايح وجاي حرفيا بيتأثر بأي شيء. فلذلك كيف أنا ممكن أكون وصلت لهالمرحلة، ولسه يمكن أنا هلأ مفكرة حالي بمرحلة إنه أوف أنا بعرف كتير عن حالي، بس يوم عن يوم تجربة عن تجربة بكتشف إنه لأ، أنا لسه في كتير شغلات ما بعرفها عن حالي عن جد. فالقصة ما فيها، أنا ماني ندمانة أبدا إني رحت وجربت الشغل. لأنه في حدا قال لي إنه طب ليش رحتي من الأول مادام أنتي عارفة ما بيناسبك؟ جربت، حرام يعني إني جربت يوم وعرفت هالشي بيناسبني ولا لأ. فجربوا، جربوا أحسن ما تضلوا تقولوا هل كان لازم، هل هذا الشي كان منيح إلي، هل هالفرصة ضيعتها، هل أنا كان لازم جرب. يا جماعة ريحوا راسكن، ريحوا هالأصوات اللي براسكن وجربوا. بعد ما جربت طلعت وأنا واثقة، والله الشعور اللي جربته ما بوصف لكم إياه أقسم بالله. كان شعور كتير حلو، طلعت هيك وأنا مبسوطة وطايرة، طايرة عقلي وفرحانة بحالي كتير. ليش؟ لأني مقتنعة وأخذ قرار إني ما أكمل بهذا الشي، لأني جربته، لأني أخذ القرار عن تجربة. شو رأيكم بهالنصيحة؟ خذوا قراراتكم عن تجربة، لا تاخذوا قراراتكم هيك. لأنه لما باخذ قراراتي وأنا
كتير واثقة بقراري وكتير مصدقة حالي، بيكون شعور كتير حلو. فهذا هو كان كل شيء، اني انا ما حسيت براحة، ما حسيت انه هالشي بيناسب هدفي، مع انه ممكن يناسب اشخاص تانية عادي جدا. المكان كان كتير تمام. ما بدي احكي تفاصيل، انا بدي احكي لكم عن مشاعري عامة شو حسيتها، واللي هي اني ماني مرتاحة، ما بيناسبني. حسيت انه فكرت بقدام، فكرت باليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده، فاكتشفت انه لا، وقتي وطاقتي محتاجة ركزها على الهدف اللي عندي اياه. فجربوا، قلت لكم قبل هلا وراح ضل لكم، جربوا وتعلموا. وراح لكم على شغله، انا مثلا ليش ما ناسبني هذا الشغل؟ شلون اكتشفت من اول يوم؟ انتبهوا انه هذا الشيء ما ناسبني، لاني مجربه من قبل. لاني جربت قبل هلا اشتغل بالمحل، اشتغل بالعياده، اشتغلت بكذا شغله. فاذا انا بعرف ومجربه من قبل، فعندي خبره عن نفسي وعن شو الشيء اللي بحبه. فلذلك من اول يوم عرفت انه هذا الشيء ما بيناسبني او ما حبيته. مع انه ناس تانية ممكن تاخد اشهر وسنين لحتى تكتشف بعدين، ان كان بمجال او ان كان بهدف او ان كان باي شيء، تكتشف بعدين انه هذا الشيء ما بيناسبني. ليش؟ لانه ما عندهم خبرة كافية عن نفسهم. فجربوا، تعلموا، وحاولوا دائما. كثير اشياء كل ما جربتوا اكثر كل ما عرفتوا نفسكم اكثر. فمشان هيك على فكرة قبل هلا قالوا انه فوتوا على جوجل وابحثوا عن كل المهارات الموجودة بالدنيا، حتلاقوا مئات المهارات. جربوا 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 لغاية ما تلاقوا نفسكم اذا انتم عم تعرفوا شو الشيء اللي انتم بتحبوه. فليش قالوا جربوا؟ ليش؟ لانه لما بنجرب نعرف، بنحس هذا الشيء انا. هيك بتحسوا انه انتوا عم تعملوا هذا الشيء، بتحسوا انه انتوا هذا الشيء بيشبهنا، او حتحسوا بعدم راحة اذا هذا الشيء مو نحنا وما بيشبهنا. فاذا هيك بنفهم من كلامي انه المختصر هو انه نسمع لصوتنا، لاحساسنا، لحدثنا. صدقوني هاي الشغلات ما أنا صدفة. ما في شي بالحياة صدفة، ما في إشارة بتجيك صدفة، ما في إحساس بتحسه هو إنكم تتجاهلوا. لا، اللي حاسين فيه اعملوه. لا تخافوا من كلام حدا، انتوا أدرى بنفسكم. عن جد في كتير ناس قالوا لي ليش هذا الشغل تمام، والله الشغل حلو، والله صاحب المكان مدري شلون. اوكي كلامكم صح، بس يا جماعة انا اللي رحت وجربت وحسيت اني ماني مرتاحة، مو انتوا. فما يفرق معكم، هن يمكن ما قصدن شي، نيتهم سيئة، ولكن انتوا اللي جربتوا، فخلوا قراركم إلكن. وانتبهوا على حالكم، اطلب إلكن جربوا واعرفوا حالكم أكتر. فعادي، تجربة يوم ما كانت تضيع يوم أبدا. جربت، اتعلمت، رجعت رتبت أولوياتي، ورجعت عرفت أنا شو بدي. وبس والله، وكالعادة بتمنى أكون إني فدتكن وأثرت فيكن بشكل إيجابي. بتمنى إنه أي حدا بيسمعني يستفاد، ويعني يكون هيك تركت فيكن أثر. وأتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي القصة الجميلة. انتظرونا في فيديو جديد. باي.